قالت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية إنها تتابع التطورات والمستجدات التي عرفها ملف مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزاركندر عضو المجلس الوطني للحزب في علاقته ببعض الأطراف بالمجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، وهو الملف الذي ظل الحزب ولا يزال يتابعه عن كثب على مدى شهور عدة منذ بداية البلوكاج الذي عرفته الجماعة، حيث أقدم الحزب على مبادرات عديدة لتسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة. وقالت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية في بلاغ موقع من طرف الأمين العام محمد أوزين إن الحزب يعبر عن اعتزازه بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة وبتشبته بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه. وأضاف البلاغ أن الحزب يؤكد موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على تمكين الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف. وأثنت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع مصطفى الخصم مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي، داعية الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات.